ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ازاي اختار صديقي؟ والموضوع دوت مهم جدا جدا لان في اشياء كتيرة بتبقى غافلة عننا وقت اختيار الصديق. وطبعا انت لما بتصادق حد بتكون لاغي التفكير والعقل والمنطق، وبتبقى كل تفكيرك بقلبك ان دوت الشخص اللي انت بتحبه ونفسك ان انت تكمل معاه على طول. هو اللي بتشوفه كل يوم، هو اللي بتقابله، هو اللي بتحاول ان انت تحكي له اسرارك، هو دوت اللي نفسك تطلع بيه لحد ما تكبر ويبقى دوت صديق العمر فعلا. ويا ريت مثلا لو يبقى بادئ من الطفولة ويكبر معاك. لكن ساعات بنتغافل عن بعض الاشياء اللي ربنا بيكون حاططها قدامنا كبعض العلامات عشان تقولك خلي بالك ده مش صديق ولا صاحب. الشخص دوت حاول ان انت تبعد عنه وتسيبه. طيب إيه هي العلامات اللي أنا ربنا ممكن يكون بيحذّرني من الشخص اللي قدّامي دوّة، ويكون بيدلّني على إن الصديق دوّة أو الصاحب اللي أنا اخترته دوّة مش كويس، أو مش هو المفروض إنه يكون صديقي، أو مش دوّة الشخص اللي المفروض إن أنا أختاره. بعض العلامات المهمة جدًا اوعى تغفل عنها، واوعى تخبّي عينك، واوعى تعمل نَفْسك مش واخد بالك. العلامات دي أول حاجة، لو صاحبك دوّة في موقف شِدّة وأنت احتجت له وما لقيتهوش، ودايمًا أنت كنت بتقف معاه في كل المواقف، لكن جه عليك موقف فيه موقف صعب وأنت محتاج فعلًا صديقك ده يكون جنبك وما لقيتش صديقك ده جنبك. تاني حاجة، لو اكتشفت مع الوقت إن الشخص دوّة بتاع مصلحته، يعني لو في مصلحة عندك بيبقى معاك على حسب ما ياخد مصلحته وياخد حاجته. لأ، شخص تاني عنده مصلحة تانية فيبدأ يسيبك ويبعد عنك ويروح للشخص التاني علشان مصلحته مع الشخص الجديد دوت، ويبدأ بقى يتقلب من صديق لصديق، وانت بيجعلك على الرف وقت ما يكون مثلا مش لاقي حد يخرج معاه، مش لاقي حد يكلمه، فبيبقى انت موجود، يعني حطك انت كشخص كده على الرف، اول ما يحتاجك بيلاقيك. دوت برضو مش صديق. حد اتكلم عليك وجاب سيرتك وهو مردش غيبتك او موقفش جنبك، او ما ردش غيبتك في غيابك، وطبعا الحاجات ديت احنا بنعرفها مع الوقت، ده برضو يعتبر مش صديق. شخص مثلا لقيت في شخص جديد جه، في الشخص دوت بيحاول يلفت الأنظار، فصاحبك سابك وراح للشخص الجديد دوت علشان هو شايف ان المصلحة موجودة هنا، زي ما قلت ان دوت بتاع مصلحته، ومصلحته ايه خلاص خلصت من عندك، فخلاص دوت مش صديق. كنت في مشكلة او في خناقة او بتعمل او عندك أزمة، واقف بتتخانق مع حد وصديقك دوت موقفش معاك، موقفش يدافع عنك، موقفش في ظهرك كان سند ليك، ده برضو مش صديق. يعني أشياء كتيرة جدا ربنا بيبدأ يبعتها لنا كعلامات ويحذرنا من الأشخاص اللي هم مش كويسين. لكن طبعا العاطفة ساعات بتغلبنا وبنحاول إن احنا نخبي عينينا عن الأشياء اللي هي الحاجات اللي هي الوحشة، ونبدأ إن احنا نقول إيه، معلش موقف عدى، بتبدأ تعدي مرة واتنين وتلاتة بس. التمس لأخيك طبعا 70,000 عذر، لكن حاول ان انت ما تكونش بتلتمس كتير، فتيجي بقى مع الوقت تكتشف ان انت ده الصاحب اللي انت قلت له كل اسرارك، والصاحب اللي انت كنت بتعمل عشانه كل حاجة، وفي الاخر الصاحب دوت سابك وراح لحد تاني، او ما كانش هو الصديق اللي انت فعلا كان نفسك ان هو يكون معاك صديق العمر او صاحب العمر. فلازم تاخد بالك من النقط والحاجات الأساسيات دي لأنها مهمة جدا، ما تتغافلش عنها. حاول ان انت تكون ماشي بعقلك وبقلبك. نصيحة برضو للأب والأم، خلاصة تجاربكم، وطبعا انتوا أكيد مريتم بحاجات كتيرة جدا، فخلاصة تجاربكم دي حاولوا تنقلوها لأولادكم، وعرفوهم ان لما الصاحب اللي هم مصاحبينه عمل معاه موقف او اتنين او تلاتة، ابدا افهمه واقول له خلي بالك الصاحب دوت مش صاحب كويس، لان هو كان المفروض يعمل معاك كذا، واعرفه ايه هي الحاجات الاساسية اللي المفروض ان هو الصديق بيكون عاملها، من غير ما اقول له ابعد عن الشخص دوت، لاني لما اقول له ابعد عنه هيحاول ان هو يعند ويحاول ان هو يتمسك بالشخص ده اكتر، وكأن الشخص دوت فعلا يعني صديق، وانت بتفرق ما بينه وما بين صديق عمره. لكن الفت نظره وحط ايده تحت كل الاخطاء اللي المفروض ان انت شايف انها مش صح، انقل له خلاصة تجاربك، خلاصة تجارب الناس اللي حواليك، احكي له بعض القصص وبعض القصص الصداقات اللي فشلت في الاخر وكان
سببها ان حصل كذا وحصل كذا. حاول ان انت دايما توري ابنك او بنتك وتعرفهم ازاي اختار الصديق الصح، الصديق اللي هو بيعني على طاعة ربنا، على المذاكرة، على مصلحتي، على الخير، ما بيكونش بيغير مني. يكون ان هو دايما لما بيلاقيني بعمل حاجة غلط يقولي خلي بالك انت بتعمل دوت غلط، انما ما يعنيش على الغلط ويساعدني ويجرني ان انا اعمل حاجات غلط. دوت برضو احاول احط كده ان دوت مش صديق. الصديق اللي بيعطل الاشخاص او الطلبة عن المذاكرة بتاعتهم ويقول له بلاش بقى نروح الدرس دوت، تعالى ما نذاكرش، تعالى نلعب، كل الحاجات ديت برضو مع الوقت بيكتشف ان هو ضيع عمره، ضيع وقته، ضيع كان المفروض ان هو هيجيب ويحقق درجات اعلى، ولكن صديقه او صاحبه دوت بدل ما يخليه يهتم بمذاكرته وبمستقبله، لكن جعله ينزل درجات كتيرة جدا. وفي الاخر بقى بيرجع الشخص دوت بيندم على ان هو فعلا ما كانش بيفكر صح، وعلى ان هو ما سمعش كلام اهله لما حذروه من الشخص دوت. طب في بعض الاشخاص ما بتبقاش واخده بالها من العلامات دي، بتكون عندها طيبه زياده، بتكون عندها يعني بتكون شفافيه كده لدرجه انها مش متخيله ان الصديق دوت او الشخص دوت هيأذيهم، هيعمل لهم اي حاجه. فدايما ادعي ربنا في صلاتك وقول يا رب اللهم دلني على من اراد بي خير وابعد عني من اراد بي شر. يعني دايما اطلب من ربنا ان هو يعرفك الناس، حقيقة الناس اللي حواليك وحقيقة حبهم ومشاعرهم ليك، وما تكونش مخدوع في حد لفترة طويلة من العمر فتصاب بالخيبة وتصاب بخيبة الأمل. تالت حاجة أو الحاجة المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك منها، لما احنا كان دايما أهالينا بيقولوا لنا ما تقولش أسرارك كلها لشخص واحد. يعني لو عندك أسرار ما تقعدش تحكيها لصديقك على أساس إن هو صديق الطفولة، في يوم من الأيام الصديق دوت ممكن انت تبعد عنه وبتكون قلت له كل اسرارك، وبيجي الشخص دوت بعد كده بيقول اسرارك دي لكل الناس اللي حواليك، ويقول انا كنت عارف عنه كذا وكذا وكان بيعمل كذا، ومع ذلك انا عمري ما اتكلمت عليه، ومع ذلك عمري ما طلعت اسراره. فحاول دايما ما تحكيش اسرارك ولا اخطائك. لما تعمل حاجة غلط وربنا يسترها معاك، اوعى تتباهى بان انت عملت حاجة غلط وتروح تحكيها لصديق. انت عملت غلط، استغفر ربنا على الغلط اللي انت عملته وتوب من الغلط دوت، وحاول ربنا ستر عليك، اوعى انت تفضح نفسك، لان في يوم من الايام الشخص دوت هيجي يتكلم عن الاخطاء بتاعتك دي، هيروح يقولها لحد تاني، فهتلاقي نفسك ربنا سترك وانت فضحت نفسك. يبقى ما تحكيش كل اسرارك لشخص واحد، او حاول ان انت يعني تكون اسرارك دي ليك. ولو حابب ان انت تاخد رأي حد، خد رأي ابوك او امك او حد بتثق فيه وعارف ان هو لا يمكن هيتكلم عليك، لا يمكن هيطلع اسرارك، لا يمكن هيقول حاجة من اللي انت قلتها، وهيحاول ان هو يداري عليك، وهيحاول ان هو يقف جنبك ويساعدك لو انت في مشكلة او في أزمة كبيرة. الحاجة المهمة جدا ان انا لازم اركز في كل المواقف اللي بتحصل حواليا، سواء كان في الزمايل اللي معايا في شغلي او اصحابي اللي هم اللي انا مصاحبهم، او في اصدقاء عمري، او في الناس اللي حواليا. لما يتكرر موقف والموقف دوت اعديه اول مرة ويتكرر تاني، احط هنا علامة على الموضوع دوت واخلي بالي ان الشخص دوت في حاجة كده مش مظبوطة عنده. يعني مثلا اتكلم عليا بهزار وكان بيتريق عليا في قعدة وضحك كل الناس اللي حوالينا، لكن الصديق ما بيعملش كده. الصديق بيداري عيوب صديقه وبيداري على صديقه، حتى لو عامل حاجة غلط بيقف جنبه، بيحاول ان هو يطبطب عليه في ازماته، بيحاول ان هو يكون سند ليه، بيحاول ان هو يكون ظهر، بيكون معاه في كل خطوة من خطواته، بيحاول ان هو لما يلاقيه وقع يقف جنبه ويسنده، ما يسيبوش بقى ويقول لي انا زهقت بقى، انا اتكلمت معاك كتير، انا عملت. لما الشخص يصاب باكتئاب او بحزن او بيأس، بيكون اول شخص بيقف جنبه هو المفروض الصديق، اللي المفروض يكون فيه صديق وفي بيكون بيطبطب على الشخص دوت، بيحاول ان هو يقومه. هو دي الصداقة اللي بجد. خد بالك دايما من التصرفات الناس اللي حواليك. في حاجة كمان مهمة جدا، لو انت عايز تعرف حقيقة الناس اللي حواليك،
اقرا كل يوم سورة الدخان قبل ما تنام 7 مرات. ربنا بيكشف لك حقيقة كل البشر اللي حواليك وبيعرفك الأشخاص. خلي بالك لما بتفضل مخدوع لفترة طويلة ربنا بيبدأ يديلك رؤى. الرؤى دي خلي بالك منها، لأن هي بتبقى إشارات تحذيرية إن الشخص اللي انت معاه دوت شخص مش كويس، وحاول تبعد عنه. ركز في كل التفاصيل اللي بتحصل حواليك.